أشرف حكيمي محال غادي يفوز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، خصوصا من بعد داكشي اللي شفنا في حفل تتويج بالجائزة ديال البالون دور. أكثر من 20 عام هادي باش آخر لاعب مغربي فاز بالكرة الذهبية الإفريقية. هاد العام هذا أشرف حكيمي دار واحد الموسم اللي خيالي، وكلنا قلنا وأخيرا واحد مغربي غادي يفوز بالكرة الذهبية الإفريقية من بعد مدة طويلة، ولكن جات مجلة فرانس فوتبول وخربقات لينا كاع الأوراق. وفي هاد الفيديو هذا غادي نعرفوا علاش حكيمي ولا صعيب يفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، وغادي ندخلوا في واحد الحسابات كبيرة ومعقدة باش ممكن حكيمي يفوز بالكرة الذهبية، لأنه دابا ما بقاتش غير الموسم الخيالي اللي قدم أشرف حكيمي، لأن حكيمي دخل عليه واحد المنافس اللي قوي، ودابا ما غاديش تبقى المسألة محصورة غير على ما هو كروي، دابا المسألة غادي تولي محصورة حتى على ما هو إعلامي. وفي هذا الوقت هذا اللي كنعيشو اللاعب كيربح شي جائزة فردية ماشي ضروري خاص يكون مستحق ديك الجائزة، بالعكس يكون غير الإعلام كيهضر عليه بزاف وتكون عليه واحد الضوضاء في الإعلام غادي يربح بها. عثمان ديمبيلي شكون هذا اللي كان قال شي نهار أنه غادي يفوز بالكرة الذهبية؟ واخا هاد العام راه دار موسم اللي مزيان، ولكن الموسم ديالو راه ما يستحقش يفوز بالكرة الذهبية حيت كاينين لعابة حسن منه داروا مواسم حسن منه. وكون كانت مجلة فرانس فوتبول كتعتمد على ما هو كروي، كان رافينيا هو اللي غادي يفوز بالكرة الذهبية حيت كان دار بيرفورمانس خيالية في ديك العام، وكان هو الهداف ديال الشامبيونز ليغ، وكان طوال العام في مستوى متوازن ماشي بحال ديمبيلي اللي كان في البداية ديال العام كان طافي حتى الاخر عاد بان. ولكن شكون اللي عاون ديمبيلي باش يفوز بالكرة الذهبية؟ هو الإعلام والبروباغندا اللي تدارت من الإعلام الفرنسي على ود عثمان ديمبيلي. وعلاش فرنسا وباريس سان جيرمان اختاروا عثمان ديمبيلي بالضبط هو اللي يديروا عليه ديك البروباغندا، وما اختاروش شي لاعب اخر اللي كان كينافسوا في نفس الفريق ديال باريس سان جيرمان بحال فيتينيا او اشرف حكيمي؟ بكل بساطه حيت فرنسي. هذا الشيء علاش. المهم هذا ماشي الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا هو الكرة الذهبية الإفريقية. قبل ما ندخلوا في الموضوع ديالنا نتمنى دير لايك وتابونا في لاشين اللي كنتي مازال ما تابونيتيش، ونبداو على بركة الله. كلكم غادي تكونوا تفرجتوا في الحفل ديال البالون دور، وكلكم غادي تكونوا كنتوا عارفين باللي راه حكيمي ما غاديش يفوز بها، ولكن الصدمة هي الترتيب اللي تحط فيه أشرف حكيمي. تحط في المركز السادس. هذا ظلم كبير لأشرف حكيمي، ظلم كبير بزاف، وخصوصا ملي كنشوفوا الارقام ديال اشرف حكيمي وكيفاش هو دار افضل موسم ديال شي ظهير ايمن عبر التاريخ، افضل ارقام ديال شي ظهير ايمن عبر التاريخ. ولكن المشكل ماشي هنا، المشكل شكون اللي فايتو في الترتيب. كاين رافينيا يسهل، كاين فيتينيا يسهل، ولكن فايتو في الترتيب محمد صلاح. راه هنا بغي يهرب ليا انا مع هاد الجائزه هذه. رافينيا اللي كان قدم موسم خيالي، هو الهداف ديال الشامبيونز ليغ، والشامبيونز ليغ هي اقوى بطوله كاينه في دوري في اوروبا، هي دوري الابطال. كيفاش هو فري دار واحد الموسم اللي زوين، الهداف ديال الدوري الانجليزي، فاز بالدوري الانجليزي، ولكن هادشي راه ما كيتقارنش كاع مع دوري الابطال. وهذا الشيء فين غادي يرجع بالسلب على اشرف حكيمي هي في الجائزه ديال الكره الذهبيه الافريقيه. صالح فايت حكيمي في الجائزه ديال البالون دور، فغادي يكون عنده واحد البلوس زايد في الكره الذهبيه الافريقيه، وغادي تكون منافسه جد شرسه. اولا نجي نشوفوا شنو هما المعايير ديال الفوز بالكره الذهبيه الافريقيه. هما راه المعايير مغايره تماما على الجائزه ديال البالون دور. المعايير اللي كيعتمدوا عليها ماشي غير الاهداف والارقام، ولكن كيشوفوا الاداء ديال اللاعب مع النادي ديالو وكذا مع المنتخب ديالو. يعني واش كان حاضر في المواعيد الكبرى بحال مثلا دوري ابطال اوروبا او كاس افريقيا او كاس العالم، واش كان عنده تاثير مع الفريق ديالو، وزائد التتويجات اللي توج بها سواء مع الفريق ديالو او مع المنتخب. اما التصويت فكيشاركوا فيه مدربي المنتخبات الوطنيه بافريقيا والكابيتان ديال المنتخبات، وزيد عليه واحد المجموعه ديال الصحفيين الرياضيين، وكل واحد فيهم كيعطي النقاط ديالو للاعبين اللي كيشوفهم الاحق، واللي جاب اكبر عدد ديال النقاط هو اللي كيتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي في السنة. وخا في الظاهر كيبان أن هاد المعايير معايير اللي مزيانة ومعايير حقانية واللي كتعطي كل لاعب الحق ديالو، ولكن لا، راه في أوروبا اللي أوروبا وراه كيوقع الخواض، ما عدا في هاد القارة السعيدة. الكاف دائما كتقلب على المصالح ديالها، وكتقلب على أن اللاعب اللي يكون فاز بالكرة الذهبية يكون لاعب اللي عنده واحد الصورة في العالم، صورة صحفية، ولاعب اللي يكون مشهور إعلاميا وكيهضروا عليه الصحافة بزاف سواء داخل ديال القارة أو خارج القارة.
وهنا غادي يجي الدور ديال الاعلام المصري. الاعلام المصري واحد من اقوى الصحافات اللي كاينين ومن اقوى الاعلام اللي كاينين في هذه القاره، وحنا كنا كنعرفوا الاعلام ديالو كيفاش كيأثر على القرارات سواء لصالح المنتخب ديالو او لصالح الانديه ديالو، وهذا الشيء على مر التاريخ وماشي عاد. وهنا فين غادي يبداو يلمعوا الصوره ديال ولد بلادهم محمد صلاح باش الحظوظ ديالو فوزه بكرة الذهبية الافريقية تزيد. والاعلام راه عنده واحد التأثير كبير، راه هو اللي خلى اوسيمين يربح الكرة الذهبية، وهو اللي خلى لوكمان يربح الكرة الذهبية، لان الصحافة ديال نيجيريا حتى هي من اقوى الصحيفات اللي كاينين في هذه القارة. اما الصحافة ديال المغرب فنقولوا ليها الله يحسن العوان، الصحافة ديالنا ميتة بزاف. اول حاجة لان الصحيفات الكبار اللي كاينين في المغرب اكثر هي كيعتمدوا على اللغة الفرنسية، لان كتعرفوا الخلفية ديالنا حنايا خلفيه فرنسيه، لان استعمرنا المستعمر الفرنسي. مثلا نيجيريا او مصر اللي عندنا مع دابا الهضره كان استعمرتها الانجليز، يعني عندها واحد الخلفيه انجليزيه. اللغه الاجنبيه الثانيه اللي عندهم في مصر هي اللغه الانجليزيه، حنا الانجليزيه عندنا هي اللغه الثالثه في البلاد. وحنا كنعرفوا ان اللغه الانجليزيه هي اللي خدامه في هذا الوقت في جميع المجالات ماشي غير الصحافه، والاخبار اللي كتكون باللغه الانجليزيه هي اللي كتكاثر وكتوسع وكتنتشر على اوسع نطاق وكتكونسوم بزاف. زائد ان الصحافه ديالنا كتتبع غير الشهى، فين ما كانت شي شهى كتمشي تصورها، ما كتلقاش كتهضر على هاد الجوائز او هاد الحفلات او اي حاجه زوينه في البلاد ما كتهضرش عليها. الحاجه اللي شي شويه مزيانه لاشرف حكيمي ولينا هي ان المنافس ديالنا من شمال افريقيا، يعني نفس العرق ديالنا ماشي من جنوب الصحراء. حيتاش ملي كيكون شي لاعب منافس لشي لاعب مغربي او شي لاعب من شمال افريقيا من جنوب الصحراء كيكون المنافسه شرسه بزاف وصعيب تقريبا مستحيل يفوز بها، من غير الا كان ديك اللاعب اللي في شمال افريقيا داير شي موسم خيالي. وهذا الشيء حيتاش الدول اللي في جنوب الصحراء سواء المدربين ديال الفرق ديال المنتخبات عفوا او حتى العمداء ديال المنتخبات كيتعاطفوا مع دوك اللعاب اللي كيكون تقريبا نفس البلاد ديالهم كلهم من جنوب الصحراء. وهذه داخله فيها حتى شي شويه ديال العنصريه، كيفاش واخا يكون شي لاعب يساهل من شمال افريقيا غادي يصوتوا على داك اللاعب اللي واخا يكون هذاك اللاعب اللي في شمال افريقيا فايتو غير حيتاش في العرق ديالهم. هذه داخله فيها شي شويه ديال العنصريه او الانتماء، ولكن انا كتبان لي عنصريه صراحه. كل مره كنقولوا راه شي لاعب مغربي قرب يفوز بالكره الذهبيه. بونو اللي كان دار واحد موسم خيالي في كاس العالم وحتى مع النادي ديال اشبيليه في الاخر خداها اوسيمان. اشرف حكيمي العام اللي فات اللي كان دار موسم خيالي مع باريس سان جيرمان وحتى مع المنتخب المغربي في الاولمبياد جاب ميداليه برونزيه. كلنا قلنا ان هذا العام ديالو في الاخر عطاوها لوكمان. ودابا عاوتاني اشرف حكيمي دار افضل موسم في التاريخ وافضل موسم في التاريخ ديال شي ظهير ايسر. دابا راه حكيمي نقدروا نعتبروا من افضل الاظهره اليسرى اللي دازوا على مر التاريخ، وماشي زعما كان زليجيه ولا هاد الشيء عباره عن حقائق وارقام. خرج لينا محمد صلاح من الجنب ويقدر هو اللي يديها بواحد النسبه اللي كبيره. دابا منافسه كبيره بزاف، ما كاينش في الاول كان كيصحابنا ان حكيمي هو المنافس الوحيد لهذه الجائزه وغياخذها باريحيه. دابا لا، ولا لاحظتوا اوسيمين ملي فاز بالكره الذهبيه ديك العام اللي من مرادفه، لوكمان كذلك ملي فاز بالكره الذهبيه العام اللي من مرادفه، عكس اشرف حكيمي اللي كل عام كتلقاه طوب وكل عام كتلقاه كينافس ولكن ما كيفوزش به. الحاجه الوحيده اللي تقدر تحسم في شكون اللي غادي يفوز بالكره الذهبيه الافريقيه، واش اشرف حكيمي ولا محمد صلاح، هي بطوله كاس افريقيا. لحد الان مازال ما تمش الاعلان على حفل تتويج بالكره الذهبيه الافريقيه فوقاش، ويقدر يكون من مورا كاس افريقيا. وبهذا المنتخب اللي غادي يمشي لابعد نقطه في هذه البطوله اللعاب ديالو هو اللي غيكون المرشح الاول. فإلى المغرب مشى لابعد نقطه مثلا وفاز بالكان، اشرف حكيمي غادي يكون بنسبه كبيره هو اللي يفوز بالكره الذهبيه الافريقيه، والعكس صحيح. الا مصر مشات لشي نقطه ابعد من المغرب فمحمد صلاح اكيد هو اللي غيفوز بالكره الذهبيه الافريقيه. خليو لي الراي ديالكم في التعاليق، واش كتشوفوا ان حكيمي ممكن يفوز بالكره الذهبيه الافريقيه او لا غادي تمشي لمحمد صلاح؟ شكرا جزيلا على المتابعه، السلام عليكم.